سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديده. اليوم جيتكم بحلوى يوميه لشرب القهوه، تحضروها في وقت قصير والبنات تاعها روعه. البنات كاع عجبتهم، سورتو لاباط تجي بزاف شابه. ديروا حفظ الوصفه وبارطاج حتى من بعد تجربوها. يلا نشوفوا مع بعض واش نحتاجو مقادير. عندي 125 غرام تاع مارغرين طريه، وزوج مغارف كبار تاع سكر العادي يعني اللي نسكروا به القهوه، رشه تاع الملح ولا فانين. تقدروا تعوضوها باي عطر تفضلوا، كما عطر الفانيلا ولا عطر الكراميل، يجي بزاف بنين في العجينه. عندي زوج مغارف كبار تاع الزيت، نحركو مليح. تقدروا تستعملوا الفوي ولا الباتر. ومن بعد نزيد عليها حبه تاع البيض ونعاود نحرك مليح حتى ندخلو كامل هذيك البيضه في الخليط بهذه الطريقه. نزيد عليها مغرف صغيره تاع خميره الحلويات ونلموها بالفارينة حتى نتحصلوا على عجينة طرية مثل عجينة الصابلي. هذا هو قوام العجينة اللي نتحصلوا عليها. راح ندي منها ربع الكمية، نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها في الثلاجة حتى من بعد نستعملها. فتحت العجينة في هذا المول تاع الطارت الكبير، ومن بعد راح نثقبها في الفرشيطة بهذه الطريقة وندير لها نصف العلبة تاع مربى بالذوق تاع المشماش. والقطعة تاع العجين اللي استحفظنا بها في الاول راح نحلها بالطول، نقطعها شرائط كما راكم تشوفوا، نحطها من الفوق ومن بعد ندخلها الطيب، نشعل عليها من الفوق ومن تحت على درجة حرارة 180. هذا هو شكلها. تزينوها من الفوق باي نوع مكسرات يتوفر عندكم ولا ترشوا عليها سكر غلاس. جات بزاف بنينه البنات، سختوا العجينه تجي مقرمشه روعه طريه. نتمنى انكم تجربوها.